بصفة عامة لا يوجد سبب موحد حول مشكلة حب الشباب وظهور البثور في الوجه، ولكن من خلال الدراسات العلمية تم تحديد معظم الأسباب الأساسية لها، وبات ممكنا علاجها بفاعلية قد تصل إلى نسبة 100%. وفي المقابل توجد عدة اعتقادات شعبية بين الناس عن مسببات البثور، ولعل أشهرها هي ممارسة العادة السرية أو الاستمناء. إذن ما حقيقة هذه الفكرة؟ وهل فعلا العادة السرية قد تكون سببا لظهور حب الشباب؟ علميا لا توجد علاقة مباشرة حقيقية بين ظهور حب الشباب أو البثور وبين عملية الاستمناء، إذ أن الممارسة بحد ذاتها ليست من أعراضها الجانبية هذه المشكلة. ويعتقد الخبراء أن السبب الرئيسي وراء هذا الاعتقاد الخاطئ ارتباط المشكلة بفترة المراهقة والبلوغ، فأثناء البلوغ ينتج الجسم الكثير من الزيوت والدهون على مستوى الجلد، وهذا يرتبط بزيادة إنتاج الهرمونات الجنسية، مما يؤدي لانسداد المسام وظهور الرؤوس السوداء، وبالتالي بداية مشكلة حب الشباب والبثور. خلال الفترة العمرية المذكورة سواء مارس الشخص العادة السرية أم لا، فذلك لن يؤثر عليه علميا، باستثناء لو تمت مقاربة المسألة من الناحية النفسية، بحيث لو كان الشخص الذي يمارس الاستمناء يشعر بالذنب والقلق والتوتر، ربما تزداد في جسمه التغيرات والاضطرابات الهرمونية، مما يسبب له ظهور البثور بنسبة أكبر. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائك، كما يمكنك مشاهدة المزيد من الفيديوهات المتنوعة من خلال الضغط على رابط القناة.